أول ما وصلت مرسى علم لقيت المسافة بين مرسى علم وحنقعاب 65 كيلو. قلت أعمل هيتش هايكنج لحد المحمية، ولكن كانت النتيجة قاعدين مستنين أي حد ابن حلال يجي ياخدنا في طريقه، مفيش أي حاجة معدية خالص، فربنا يسترها بقى. يا مساء الفل والعسل عليكم من أجمل مكان في مرسى علم. فيديو جديد ومغامرة جديدة. أهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ده اعملوا لايك، ويلا نوصل الفيديو ده 30,000 لايك، واكتبوا لي التعليق الجامد بتاعكم، ويلا نبدأ مغامرتنا. طيب، وبما اننا الشنط تقيلة والكلام دوت، فاحنا سيبناه هنا في الكافيه. تمام، هنسيب الشنط في الكافيه وهنروح نخلص التصريحات بتاعة دخول المحمية. وبعد ما نخلص تصريحات دخول المحمية هناخد اي عربية بالشنط عشان تودينا لحد المحمية. فاحنا دلوقتي هناخد اي مواصله لحد مبنى المخابرات عشان نطلع التصريح بتاع دخول المحميه، عشان لازم نطلع تصريح، ما ينفعش نكمل كده من غير تصريح. هنخلص التصريحات ونجيب تذاكر المحميه ونرجع ناخد الشنط ونطلع المحميه نكمل فيها ونكمل مغامراتنا الجميله ونعيش الاجواء العالميه. الحمد لله رب العالمين، بعد معاناه جبنا تصريحات التخييم وجبنا تذاكر المحميه على اساس نخيم بامان ونبقى ماشيين في السليم. بس شقينا شويه لان احنا مبنى المخابرات كان الضابط مش موجود، وقالوا لنا تعالوا بالليل بقى عشان تاخدوا التصريح وكده، فاحنا لازم يبقى معانا التصريح عشان نخيم. فكنا هنبات في الشارع يعني، بس الحمد لله جبنا التصريح بعد ما كلمنا كام واحد كده تبعنا في مرسى علم، خلص لنا الموضوع وجبنا الحمد لله التصريح اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا في السليم، عشان ولا يجيلنا حرس حدود يقول لك انت فين التصريح، انت قاعد مخالف والكلام ده. الحمد لله خلصناه على خير. واحمد هو اللي شقي، احمد اللي شايف التصريح، الله يبارك له، اكتر واحد تعب. ربنا يبارك له. طيب، بما ان محمية حنقراب ما فيهاش اي خدمات ولا اي ماركت ولا اي حاجة انت تجيبها من هناك، فلازم قبل ما اخش المحمية اجيب شوية حاجات كده من السوبر ماركت، الحاجات بقى اللي هتقعد معايا، السناكس والمية والحاجات دي كلها، فاجيبها من السوبر ماركت هنا اهو. هنا بقى الجزئيه بتاعت المكونات، نشوف بقى المكونات اللي احنا هنعملها وعايزينها. تمام احمد، اظبط الكلام يعني هتكسفناش. مش هكسب. ماشي. احنا جبنا الشيبسات دي. تمام. من الحاجه الاساسيات بقى في الهايكنج والكلام دوت الفروتس دوت، دي فواكه مجففه ومعاها شوفان، ده حاجه بتدي هيلث باور كده تخليكم تكملوا رحله بتاعتكم زي الاكس. بهارات السبع. تمام. ماشي. وبنزين ايه تاني؟ توم باودر. بالنسبه بقى للكامب، مفيش بقى حمامات ولا الكلام دوت ان الواحد ياخد دش والكلام ده، فبتبقى حاجه اساسيه لازم تبقى معاك المناديل المبلله دي. اما تصحى الصبح المسحه الجميله بتظبط الكلام. دلوقتي بدور على محل اجيب منه فحم شوي، عشان ده اللي بنولع بيه وبنطبخ عليه، وفي نفس الوقت معانا بوتاجاز غاز ويظبط معانا الكلام، بس الفحم برضه ايه، ده اللي بنطبخ عليه بيبقى افضل يعني. سألت اجيب منين فحم من هنا عشان الناس كلها معايا قافله، فواحد وصف لي قال لي خش يمين في شمال هتلاقي واحد بيبيع فحم ان شاء الله الاقي عنده. الحمد لله جبت الفحم اهو، عشان ده اهم حاجه، ده اللي هيعمل لنا الاكل كله. يبقى احنا كده الحمد لله جبنا كل حاجه، الفحم والاكلات اللي هنعملها والعيش وكل حاجه. تمام كده. بقى المهمه اللي جايه ان احنا ناخد الشنط بتاعتنا ونطلع المحميه ونخيم ونفرش حاجتنا ونظبط دنيتنا ونبدا مغامرتنا. واقفين بالنا شويه حلوين عشان نعمل هيتش هايكنج، مستنيين اي عربيه تاخدنا عشان معانا شنط كتير، بس الموضوع هنا في مصر صعب، الهيتش هايكنج في مصر صعب قوي، محدش بيقف لحد، بس دعواتكم معانا. بس يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، احنا ملوك الاكشن. احنا بتوع الاكشن.
قاعدين مستنين اي حد ابن حلال يجي ياخدنا في طريقه، مفيش اي حاجه معديه خالص، فربنا يسترها بقى يا مسهل. واقفين بالشنط بقالنا اكتر من ساعه ومفيش حد عايز يقف لنا نهائي. بقالنا اكتر من ساعه حرفيا مفيش حد عايز يقف لنا خالص. والمشكله ان احنا معانا شنط كتير، فدي ازمه برضه. لو حد شاف الشنط بيقفش. الحمد لله بعد ساعتين ونص لقينا حاجه تودينا لحد المحميه. للأسف وصلنا محمية حنقراب بالليل بسبب إن إحنا كنا بنعمل هيتش هايكنج ومحدش عايز يقف لنا، وكان يوم ما يعلم بالله ربنا، فكان يا دوب نلحق ننصب الخيام عشان الليل ليل ونلحق نعمل غدا عشان كنا جعانين. وده شكل المكان اللي احنا عملناها، وان شاء الله تكون لذيذة. ندوق بقى المكرونة اللي احنا عملناها. ناخد حتة مشروم. لا جامدة، لسه منك بأمان. التتبيلة بتاعتها جامدة اوي. اتفضلوا معانا بقى. دلوقتي انا عامل وجبه خفيفه كده ليا، ده للفطار ليا يعني اول ما بصحى، اللي هو شوفان بالنتس. فدي بتبقى حاجه حلوه في الكامب للفطار وكده.